في زمن السرعة حاول بقدر الإمكان تكون بطيء. إيه يا عم اللي أنت بتقوله ده؟ اهدى بس كده، تعال أقول لك إيه اللي أنا بقوله ده. أنا إيهاب أنور وأهلا بكم في العراب. اللايك والشير وتابعوني، يلا بينا. في الزمن اللي احنا فيه ده كل حاجة بتتم بسرعة. لو أنت تعاملت مع الزمن بنفس وتيرته فبنسبة 80 أو 90% أنت أخطائك هتكتر، لأن أنت بتتعامل في كل حاجة بسرعة بدون التفكير، وبتحاول تجاريه والزمن ما بيتجريش. فالأفضل ليك لما الزمن تلاقي وتيرته بقت سريعة زي الأيام اللي احنا فيها دي، ابتدي بطأ من كل إجراءاتك. مش قصدي التبطيء إن أنت تتكاسل، قصدي إن أنت تتريث في اتخاذ القرار. هديك نصيحتين، نصيحة في حياتك العامة ونصيحة في شغلك في المبيعات. رقم واحد اللي في حياتك العامة، اوعى تاخد قرار ممكن ما تاخدوش. يعني اي قرار انت عايز تاخده شوف تأثيره على حياتك عامل ازاي. لو الدنيا هتمشي من غير ما تاخده ما تاخدوش، لان انت مش قد تبعات اخد القرار وتبتدي تظهر لنفسك حرب جديدة انت مش عارف انت هتعرف تاخدها ولا لا. فلو الدنيا ماشية ما تاخدش القرار، او بمعنى اصح خلي قرارك في الوقت اللي لازم تاخد فيه قرار. على فكرة الحتة دي اتعلمتها من معلم، طول ما انا مش لازم اخد قرار مش واخد. تاني نقطة في مجالك، وقال لك إيهاب أنا عايز أعرف الشقة عند الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس تعمل كام؟ اوعى تعمل فيها فتك وإن أنت بقى عندك خلاص المعلومات والأبديت على طول والدنيا تمام وهترد عليه تعمل لها في حدود كذا كذا. الرد الصح في الحتة دي إن أنا حاضر هراجع، لأن في تغير في الأسعار واحتمال في حاجات عندنا نزلت سعرها، خليني أراجع وأبعت لك. الحتة دي أنت عملت إيه؟ اولا العميل وهو بيكلمك هو ممكن تكون مجرد انت ريفرنس، هو بيشتري اوريدي وعايز يتاكد بس ان السعر اللي اشترى بيه كويس. في الحاله دي انت اجلت له بالكلمتين اللي انت قلتهم لما بطأت، انت اجلت له قرار شراء لحد ما ترجع له. وفي نفس الوقت انت اديت لنفسك فرصه ان انت تشوف بقى منافسينك في الحته دي، في الحته بتاعت منطقه الجامعه الامريكيه او حتى في حته تانيه، وتشوف منافسينك شغالين ازاي وتبتدي تكسر او تقدم امتيازات احسن منهم، علشان خاطر في حاله ان هو لو كان بيتصل علشان يقارن فانت كده بقيت عندك ادفانتج. لو بيتصل علشان خاطر مجرد انه يطمن نفسه انه السعر اللي خده احسن سعر، انت قدمت له سعر احسن او قدمت له امتياز اخر احسن ممكن يكون بفلوس اكتر. طيب لو هو الراجل بريء ومش عامل ده كله، انت برضو اديته وعد او خليته يطمح ان فيه ممكن ياخد حاجة احسن وسهلت له الدنيا شوية. شفت تبطيء القرار او تبطيء الريتم ممكن يأثر في ايه؟ مع الاعتبار ان احنا زي ما قلنا احنا عرابين، انا عراب فلازم اعمل بالانس ما بين ما اوصلش ان انا ابقى متكاسل وما اوصلش ان انا ابقى رد سريع ممكن يخليني اتحمل تبعات انا مش قدها او يضيع مني بيعه. الواجب بتاعنا قول لي في التعليقات امتى رديت على العميل رد سريع وحسيت ان انت فلتت منك، وخلينا نتناقش سوا. سلام عليكم.